السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين. شباب سنة تانية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في اول محاضرة في مادة العملي اطفال، محاضرة السكشن. محاضرة رخمة يعني انا مش هقول لكم ان انتوا اللي حاسينها رخمة، لا هي رخمة طبيعي، سواء السكشن بقى في الكبار سواء في الاطفال، هو كده كده رخم. حتى في مش بس كنظري، كعملي برضو رخم. طيب انا بقى هخليك في المحاضره دي، بعد ما انا عماله اقول لك رخم كده في الاول وهسد نفسك وهتطلع، لا تعالى ما تطلعش والله ان شاء الله باذن الله. هخليك تقول مفيش اسهل من السكشن، هخليك دكتور في السكشن. طيب يلا نسمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، ويلا نبدا ونشوف هنعرف ايه عن السكشن النهارده. هنتكلم عن الديفينيشن بتاعه، هنعرف يعني ايه سكشن اصلا، تمام. هنعرف ايه الانديكيشن او ايه الغرض منه، انا ليه بعمل السكشن، تمام. مفيش حاجه بعملها كده وخلاص. مش بس كده، هنعرف الكومبليكيشنز والمضاعفات اللي ممكن الطفل ده يدخل فيها بسبب السكشن. هنعرف ايه الاكيوبمنت اللي هنستخدمها، وبعدين هندخل بقى على البروسيجر اللي هو اصلا محتاج فيديو ومحاضره لوحده اصلا. طيب تعالوا بقى نعرف اول حاجه الديفينيشن. وبيقول لك يا دكتور ان السكشن ده ميكانيكال اسبيريشن. كلمه اسبيريشن معناها ان انا بعمل سحب يا شباب لحاجه معينه كده، خلاص. اوف ذا ريتينت، كلمه ريتين انا مش هسيب لك كلمه مش هخليك مش عارفها. اوف ذا ريتينت اور اكسسيف ايه بالمونري سكريشنز، يعني يا شباب السكريشنز او الافرازات اللي موجوده عندي في الرئه او اللي موجوده عندي وسد الجهاز التنفسي، والطفل ده ريتينت يعني محتفظه يعني موجوده جوه، او اكسسيف يعني هي زياده، يعني هي مش لازقه او مش ملتصقه جوه، بس هي كتير سكريشنز كتير. كل السكريشنز اللي موجوده في البلمونري عندي دي، خلاص. او بعمل مثلا اسبيريتك للجاستريك كونتنتس، مش بس ان انا هعمل اسبيريت اسحب السكريشنز اللي موجوده في البلمونري، ممكن تكون حاجات ايه في الجاستريك، خلاص. او فوريان بادي مثلا، او حاجات غريبه موجوده في الجسم. كل ده هعمله بواسطه، وركز بقى في الحته اللي جايه دي قوي، بعمله بواسطه applying negative بريشر. يعني ايه؟ يعني انا هنا هعمل بالضغط السلبي نيجاتيف بريشر. لما تجي لك في الامتحان افتكرني ان انا قلت لك عليها مهمه، وان عملت لك عليها هايلايتر وانت لسه ما عملتش، خليك قاعد. يبقى انا دلوقتي بسحب السكريشنز المتراكمه الريتينت او المحتفظه اللي جوه دي ازاي؟ من خلال نيجاتيف بريشر. هتقولي ليه اشمعنى نيجاتيف بريشر؟ اقول لك اصل ده تقنيه معينه من خلالها بقدر اسحب الحاجه من جوه لبره، لكن لو قلت لك الضغط الايجابي هتبقى من بره لجوه، يعني هيبقى العكس. فنيجاتيف بريشر، تمام. هسحبه ازاي يا دكتور؟ من خلال الابر اير وي ده مقصود بيه ايه بقى؟ النارس بتاع النوز. عندك الاورفارينكس ده بقى من خلال الاورال، خلاص، من خلال الماوس او التراقيه. 3 اهو معاك، 3 حاجات ركز فيهم. ليه انا بعمل ده؟ ليه جزء من الديفينيشن بقى كليه؟ عشان اعمل مينتين للبيتنت ايروي اند ثيرابي امبروفنج ايه؟ الفنتيليشن او الاكسجينيشن. انا عايز احافظ على التهويه بتاعه الطفل، ان هو يقدر ياخد او يعرف يتنفس بشكل كويس. يبقى الايروي بتاعه تمام وسليم وباتنت كده ومفتوح كده، اللي هو يعرف ياخد نفسه، مش كل ما يجي ياخد نفس يلاقي في حاجه سده الايروي او مجرى الهواء، خلاص، تمام. ينتج عنه reducing the work of البريسنج. هو لو الحاجات السكريشنز دي سد المكان، هينتج عنه ان هو ايه؟ في قله في ان هو يعرف ياخد بريسنج بشكل كويس. طيب تعالى بقى اقول لك الغرض ده مهم جدا جدا جدا. وعندنا 4 حاجات، اما visible او audible secretions او ساينس اوف الايروي اوبستراكشن. يعني ايه اول اصلا فيزابل او اودبل؟ يعني سكريشنز شفتها او سمعتها، فيزابل مرئيه او اودبل ايه؟ مسموعه. هقول لك زي ايه؟ ساينس اوف الايروي اوبستراكشن، لو لقيت العلامات اللي هقول لك برضو عليها دلوقتي دي، تعرف ان هنا كده في انسداد في الايروي، فبالتالي لازم تعمل سكشن. وركز عشان انت هتروح تطبق ده عملي، ركز. او ان انت شفت ساينس او علامات للريسبيراتوري ديستريس. وهقول لك ايه العلامات برضو اللي لو شفتها على الطفل او على البيشنت ده تقول ان الطفل ده مش عارف ياخد نفسه وعنده ريسبيراتوري ديستريس. او اخر واحده بقى ساينس اوف الامبيرد اوكسجينيشن، نفس الحوار، يعني هم كلهم 2 و3 و4 يعتبر حاجه واحده، تمام. اول حاجه يا دكتور الفيزابل او الاودابل سكريشنز دي بتكون ريتلينج او بابلينج ساوندز، اصوات كده بتحس اصوات فقاقيع كده في السكريشنز. او ممكن تكون اصلا انت اودبل ويز اور ويزاوت ستيثوسكوب، انت ممكن تسمعها خلاص بالسماعه او من غير، بسميها اودبل سكريشنز. لو سمعت الحاجات دي وشفتها خلاص بتعمل سكشن. اول حاجه خلصنا منها. الساينس بتاع الايروي اوبستراكشن، الانسداد بقى ده بلاقي
الديكريز في البريس ساوندنس، هلاقيه مش عارف ياخد نفسه. خلاص هلاقي diminished او asymmetric or absent chest movement، حركه الشيست نفسه انه يعرف ياخد نفسه. انت بتلاقي انت بتاخد نفسك كده بشكل كويس طالع ونازل، وطبعا كلكم دلوقتي بتشوف بتاخد نفسك وحاطط ايدك على الشيست وبتجرب، صح؟ هو ده. فانت بتلاقيه مفيش، قليل معاك. عرفنا الساينس بتاع الايرو عشان كده تعرف ان هو مسدود. طب لو respiratory distress هتلاقي عندك increased respiratory and heart rate، تلاقي الهارت ريت خلاص الار عالي عندك، وانت طبعا احنا بالفيتال البيشنت اول ما بيدخل فبنبقى عارفين، فبناء عليها نعرف. تمام. تاني حاجه increased الورك اوف البريسنج، بلاقي عنده هو بيعمل مجهود عشان يعرف يتنفس، خلاص عمال يخرخر كده او في صوت كده طالع عشان يتنفس، لا هو تعبان. فاهم ازاي؟ ده اسمه increased work، في مجهود عمال ياخده علشان وبيضغط على نفسه عشان يعرف ياخد التنفس. مش بس كده، هتلاقي increased البيك الوي بريشر، هتلاقي الضغط عندك هنا عالي اثناء الفوليوم كنترول الفنتيليشن، او حتى هتلاقي عندك decreased في الحجم بتاعك اثناء البريشر كنترول فنتيليشن. هو عشان هو عامل يا اما الاقيه شويه زياده معايا، خلاص هتلاقي الاير وي عندك في عارف ان هو البيك يعني ايه، يعني واصل لاعلى حاجه فيه، او تلاقيه قليل يا اما عالي يا اما قليل. عالي امتى؟ قال لك اثناء الفوليوم كنترول فنتيليشن، لما هو بيبقى متحكم في حجم التهويه اللي هو بياخدها فتلاقيه عالي قوي. لكن هيبقى قليل امتى؟ اثناء الفوليوم ديورنج، لما بيبقى عندي الضغط بتاعي لما برضو بيبدا يتحكم فيه. يعني هو دلوقتي بيجي الفنتيليشن او مستوى التهويه اللي واصل له لما بيبقى نعمل له كنترول، بيبدا يا اما يوصل للبيك بتاعته خلاص عالي قوي، او بيبقى قليل خلاص. فبيبقى كل دي علامات بتدل ان هو ده كده فيه مشكله في التنفس. هيبقى هتعرف تشوفها، يعني كل الساينس اللي بقول لك ده هتبقى ملاحظها بشكل تمام ومش مش هتضايقك ومش صعبه. طب الساينس بتاع الامبيريد اوكسجينيشن قال لك ده هتلاقي الساتوريشن، انت لما بتيجي تقيس له، انا لسه بقول لك احنا فايت العيان، هتيجي تقيس له الساتوريشن بتاع الاكسجين هتلاقيه قليل. تمام. طيب هتيجي تعمل ايه؟ هتلاقي ديتوريتنج بلاد جاز فاليوز، البلاد جاز عندك او مستوى تشبع الاكسجين نفسه ما فيش، فهتلاقي مستوى البلاد جاز عندك قليل. خلاص احنا بنعمل له برضو الاختبار ده، فبتبدا تلاقي في تدهور او في تدهور في الحاله. هتلاقي عندك تغير في اللون اصلا، يا اما تلاقي بقى البيشنت عندك سينوزس فيز ريكار كده ظاهر عليه، تلاقي بيلور شحوب كده. خلاص كل دي ساينس هتلاقيها، فهتدل لك ان البيشنت ده مش عارف ياخد التنفس بتاعه كويس، فعنده ساتوريشن او مستوى الاكسجين بتاعه قليل، او حتى البلاد جاز اللي احنا بنعمله او الفاليوز القيمه بتاعته هتكون فيها ديتوريت ومش تمام. كل الساينس خلصنا منها. تعالى عشان ما نطولش الفيديو واخليك تطلع وانت مستمتع وتبقى قاعد كده. انا الدكتور اصلا. الكونترا انديكيشن امتى يبقى ممنوع، امتى يبقى في عندي كونترا انديكيشن؟ قال لك عندنا 9 كونترا انديكيشن. اول حاجه سيفير لارينجوسبازم، هو عنده تشنجات او حتى سيفير برونكوسبازم. انا قلت لك اول ما بنعمل ميكانيكال اسبيريشن، وقلت لك خلال ايه النيزل او خلال الاورو، خلاص، او خلال التراقيه. فطبعا هو عنده سبازم سواء في البرونكو او اللارينجو. تمام. وابقى ابعت لك صوره اوريك ازاي عشان تبقى شايف. او عنده سيفير نوموثوراسيك. خلاص يعني ايه؟ نرجع تاني، معلش كنت بجيب الشاي بتاعي. وصلنا لحد فين؟ قلنا الكونترا انديكيشن، قلنا اول واحده تقريبا. قلنا الكونترا انديكيشن وانا يا شباب عرفنا ان هو لو عنده لارينجوسبازم او عنده برونكوسبازم، في الاثنين دول انا مش هينفع اعمل سكشن. تاني حاجه قلنا تقريبا السيفير نوموثوراسيك اللي هو عنده انخماص في الرئه وانخماص شديد، فالرئه يعتبر منكمشه كده، فبالتالي برضو هنا ده حاله كونترا انديكيشن انا مش هينفع. طبعا تقريبا وانا بشرح في الاول خالص لما كنت بقول لكم الديفينيشن والانديكيشن مش عارف، قلت الكونترا انديكيشن، ما قراتش كونترا انديكيشن، قلت لكم الايه، ما قلتش موانع، قلت حاجه تاني. قلت المضاعفات اللي الطفل هيدخل فيها، فعذرا عشان افتكرتها دلوقتي. لا الكونترا انديكيشن موانع. تمام. انكريزد بقى او رقم 3 الاكيوت او الهايبو والهايبر تنشن، هو ضغطه عالي قوي او واطي فمش هينفع. او انكريزد الانتراكرانيال بريشر، الضغط برضو هنا في داخل الانتراكرانيال الجمجمه عالي جدا فمش هينفع. او سيفير هايبوكسيميا او هايبوكسيا، وعارفين ان الهايبوكسيميا نقص الاكسجين في الدم، وعارفين ان الهايبوكسيا نقص الاكسجين في الانسجه، ففي كلتا الحالتين مش هينفع اعمل ايه؟
سكشن شطاطير، خليكم معايا على طول. طيب رقم 6 قال لك يا دكتور ان مش هينفع برضو اعمل سكشن لو انا لقيت عنده هيموبتوزيس او ابستاكسس. والتود المصطلحين دول يا شباب مهمين جدا جدا. هيموبتوزيس هو قيء دموي، هو بيرجع دم. ابستاكسس هو بيعرف، عارفين ان هو بيجيب دم من النوز. طب هو انا اصلا هوفر عليك مجهود الكونترا انديكيشن ده كله، وانك تقعد تحفظهم، وان لو جابها لك في الامتحان وقال لك اكتب لي الكونترا انديكيشن بتاع السكشن وما تغلطش فيها، ودي هديه، يبقى ادعوا لي بس. ايه بقى؟ انا قلت لك في الاساس في الاول خالص انا بعمل السكشن، بعمل ميكانيكال اسبيريشن منين؟ قلت لك 3 اماكن صح؟ النيزل او النوز والاورو واللي هو من الماوس او التراكيه. تمام. ايه اللي يخلي عندي موانع تخليني ما اعملش سكشن؟ اكيد يا دكتور لو في عندي حاجه في ال3 دول عطلت، يعني انا حاجه في ال3 دول مشكله موجوده فيهم، حاجه سداهم، مش هينفع ادخل، عنده كسر في النوز بتاعته، هدخل ازاي؟ مش عارفه الماوس بتاعه، مش عارفه في كده صح. طب تعالى بقى نقرا كده اللي بقولها لك دي. هو دلوقتي عنده هيموبتسيس بيرجع من الماوس، فاعمل له ازاي؟ وان اكسبليند، يعني انا مش عارفه هو بيرجع ليه، انا مش عارفه السبب. فاهم ازاي يعني ايه ان اكسبليند هيموبتسيس؟ يعني انا ما اعرفش السبب، هو بيرجع كده ومش عارف السبب. او ابستكسس اهو بيعرف من النوز، انا هدخل برضو في النوز ازاي وهو عمال اجيب دم؟ يعني منين؟ شوف الدنيا سهله. او نون كلوتينج ديزوردر، هو عن تجلطات منعاني، اضطرابات كده في التجلط عنده، انا مش عارفه يعني انا ما اعرف، مش هدخل ازاي. فاهم ازاي؟ رقم 7 اهو لسه بقول لك برضو. وعلى فكره كل الاسباب اللي قلناها فوق نفس الحوار، لاريانجوس باز والبرونكوس باز نفس الحوار، النوموثوراسيك ده انغماس في الرئه نفسها، هايبرتنشن، انتراكرانيال في الجمجمه في السكال مثلا، عنده هايبوكسيميا وهايبوكسيا نفس الحوار عنده. اصل هو دلوقتي الاولى ان انا اروح اعمل له سكشن عشان احرش السكريشن، ولا هو اصلا مش عارف يتنفس وعنده نقص في الاكسجين؟ فده سبب صح. والهيموبتسيس والابستاكسيس احفظ اصلا وانت معايا. او عنده مثلا البيزل سكال فراكشر، عنده كسر كده في الجمجمه اثناء ما انا بعمل السكشن في النازو في النوز اهو، نازو فريانجين. او عنده او رقم 8 اللي هو ريسنت ايزوفاجي اللي هو او التراكيه انستومس، اللي هو هنا في مشكله اهو. عند اذر فورمز اشكال تانية تروما، هو عنده تروما هنا خبطه بقى، وين كان المشكله، المهم في تروما في الاماكن اللي بقول لك عليها دي. واخر حاجه اوكليودد النيزل باسج. النيزل انا قلت لك بندخل من النيزل صح، مش كان ده اوبشن؟ لو هو مسدود فده كونترا انديكيشن. هو اوكليودد اهو الباسج بتاعه مسدود، اعمل ايه؟ فهمتوا بقى ان الموانع هي انا لو عرفت السبب بطل العجب زي ما بيقولوا. تمام. تعالى بقى نعرف ايه الاكوبمنت اللي هستخدمها عشان اروح اعمل سكشن للبيبي. اول حاجه محتاجه السكشن ست، اللي هي علبه السكشن والحاجات اللي اقول لك عليها هقولها لك ان ديتيل دلوقتي. ومحتاجه كمان الاكسجين سايبلاي سيستم عشان لو احط له الاكسجين. ومحتاجه ان انا بعمل اسسمنت ومونيتور او مراقبه للايكوبمنت بتاعتي، اعمل لها تقييم واتاكد ان هي شغاله وكله تمام. وانفكشن كنترول طبعا ان انا عشان امنع الانفكشن خلاص. والبريفنشن ايكوبمنت الحاجات اللي هتمنع لما في انفكشن زي الكحول زي الجلافز، الحاجات اللي هلبسها كل ده. طيب تعالى اقول لك بقى السكشن ست دي بتكون فيها ايه. بتكون فيها بورتبل او وول مونتد سكشن، سواء السكشن اللي هو بيكون متعلق في الحيطه او هو محمول معايا خلاص. with variable of vacuum control مش مهم ده. بعد كده سكشن كانستر اللي هو بتاعت السكشن، والكونكتنج تيوب التيوب اللي هوصل بيها. صدقني عشان تعرف الاكيوبمنت هي مش محتاجه انك تحفظها، هي محتاجه انك تشوفها. وصدقني اكتر لما بتنزل بقى تروح تطبق بايدك عملي. انت وانت قاعد في المحاضره بتاع العملي هي الدكتوره بتتكلم رأيي على الفاضي، انا مش يعني حاسس ان البروسيجر صعب. والله بتروح اول مجرد ما بتشوفه قدامك الجهاز وبتشوف التمريض مثلا اساسي بيحطه قدامك، صدقني تاني مره هتعمله لوحدك، مش صعب خالص. يعني انتوا بتبقوا متخيلين ان هو صعب بس الدنيا سهله. طيب رقم 2 اديكويت سبلاي وسترايل سكشن كاستر. الكاستر بتاعتي هتكون طبعا ابروبريت سايز على حاجه على حسب الطفل. محتاجه الكاستر وتيوبنج كليرنج ايكوبمنت، طبعا اللي هو الايكوبمنت والتيوبه بتاعتي تكون كلير وتمام. سترايل ووتر طبعا او صلاين علشان اعمل بيه ريتيت واحطه في التيوبه يعني. عايز ايه تاني؟ وجوز طبعا وشاش والكلام ده كله. الاكسجين سبلاي اللي هو بقى المصدر بتاع الاكسجين. خلاص. محتاجه ايه تاني؟ طبعا بظبط الفلوميتر بتاعه. ومحتاجه الهوميدوفاير طبعا، اكيد الدكتوره ورت لكم شكل الجهاز وانا برضه هوريه لكم في الصور. طيب عندنا رقم 3 الاسسمنت والمونيتور ايكوبمنت. مونيتور اف نيدد طبعا لو انا محتاجاه.
بالز اوكسيمتر طبعا عشان يبقى اعرف دايما اقيس النبض بتاعه وكل ده، وستيثوسكوب طبعا عشان اسمع بيها. الانفكشن كنترول بقى اللي هو الكحول والكلام ده كله، الجلافز زي ما انا قلت لك هم على فكره مسستمهم لك قوي قوي. يعني هو بيقول لك انا محتاجه السكشن ست، طب السكشن ست اللي بيبقى فيها 1 2 3، محتاجه الاكسجين سبلاي، الاكسجين سبلاي ده مش عارفه كذا، فاهم ازاي؟ فهو انت عهد محفظه العنوان الاساسي هتعرف اللي تحته ايه. محتاجين البروتكتيف ايكويبمنت، الحاجات اللي هي الحمايه زي الماسك والكلام ده كله، سيفتي جوجلز النضاره او الجوجلز اللي بيبقى لابسها، والابرون او اللي هو الايه اسمه ايه الجون اللي بقى لابسينه، كل ده. تعالى بقى ندخل على البروسيجر. احنا خدنا ربع ساعه بالظبط واحنا بنشرح الايه الايكويبمنت والكلام ده كله. البروسيجر نفسه بقى اعمل ايه؟ هشرح ده بس مش هشرح ده، يعني انا هشرح لكم اللي بالتفصيل ده عشان عارفه ان ده هيبقى جايب كل حاجه، لكن انت نفسك وانت بتقول الشيك ليست للدكتور ده هنخليه بقى في ايام المراجعه والكلام ده كله لما يبقى يحددوا لكم. طب ده ايه بقى؟ هنا بيقول لك يا باشا اول حاجه نجيب بس تشيك الشايلد شورت ده طبعا احنا متعودين عليه وخلاص عرفنا، وتشيك الايه الفيزيشيان اوردر خلاص ان هو لازم يكون قايل ان انا اروح اعمل له سكشن، تمام. بعد كده احفظ لي دي بس. هو بعد كده بيقول لك هايبر، انا هقرا لكم بقى هنا الحاجات المهمه هقول لك اعرفها، الحاجات اللي مش مهمه هقول لك ولا كانهم كاتبينها في الكتاب، عشان اكيد كل ده كده مش البروسيجر بتاع السكشن، هتلاقي رغي كتير، وانا صفتي ان انا ايه بوفر. طيب قال لك ايه هايبر اوكسجينيشن نيد ذا نيد فور ادجست، ان انا ببدا اظبط الاكسجين اند انفورميشن اباوت ذا بريفيوس سكشن، يعني انا المفروض ان انا بعرف ان هو محتاج ايه سكشن ولا لا، وبشوف الدكتور ليه علشان اتجنب اني مثلا ان انا اعمل اي خطا غير مقصود. اصلا انا هروح اعمل له سكشن الموضوع بيبقى صعب، خلي بالك في ان انا هدخل، انا ممكن ادخل واعمل ايرور او حاجه تاذيه، فلا مش هروح اعمل غير لو هو كان فعلا محتاجه. خلاص. بعد كده رقم 2 بعمل بريبير للنسيسري ايكويبمنت، الايكويبمنت بتاعتي لازم اجهزها. خلاص. بعد كده بيقول لك ايه اسمبل اول نسيسري سبلايز ويزن ايزي ريتش، يعني المفروض ان انا ببدا اظبطهم حسب ما انا محتاجاهم، خلاص، عشان اعرف ايه ان هم يفضلوا كلين معايا واضمن ان هم يكونوا تمام وانتاكت كل حاجه سليمه، ما يبقاش نوت، يعني يقول لك نوت اكسبيرت، ما يبقاش منتهي الصلاحيه، ما يبقاش مثلا اتاكد ان هم بروبر فانكشننج اللي هم شغالين كويس، مش هاجي اقعد حاجات وفجاه وانا بعد ما دخلت والكلام ده كله الاقي حاجه فيهم مش شغاله، كل ده اكون مظبطاه في الاول يا دكاتره. سيلكت الابروبريت سكشن كاستر، بحتاج السايز المناسب، هتعرف بقى لك لو انفنت المفروض كام فرنش والكلام ده كله، ده عليكم انتوا حفظ مش هقراه. الكاستر سايز ان فرنش از تو ويز ذا انر دايمتر اوف الارتفيشال ايرويز ان مليمتر، يعني هو عايز يقول لك يا شباب احنا بنقيس بالفرنش، انت عمال اقول لك دلوقتي الانفنت مثلا ليه من 5 ل 6 فرنش، فهي بقى بتبقى ايه، بتبقى مرتين، يعني ضعف المفروض الايرويل وبيكون بالمليمتر. فاهمين حاجه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين، مش فاهمين وفي اي بوينت انتوا مثلا يعني ما دخلتش دماغكم لا ابعتوا لي هوضحها لكم اكتر. خلاص. ليه انا اصلا ببدا اجمع الايكويبمنت؟ عشان اوفر وقت ومجهود. طب ليه اصلا بختار سايز معين؟ عشان لو كانت كاستر كبيره تو لارج هيعمل لي مشكله في المكان اللي انا داخله فيه سواء كان نزل او اورو، ولو كانت صغيره هتبقى انفكتيف مش فعاله، هتطلع لي شويه بساط قوي من السكريشنز اللي متجمعه وانا عايزه شويه كتار، يبقى لو هي طويله هتاذي الطفل او الشخص اللي انا داخله له، ولو هي صغيره هتبقى مش هتبقى انفكتيف. طيب رقم 3 بعمل بريبير الايكويبمنت في بقى الباب والكلام ده كله انتوا عارفينه، وليه؟ عشان البرايفسي. واللي اكتشفناه يا شباب بجد ان ولا في اي حاجه من ده، والله ولا في اي حاجه من ده، ولا بيبقى في برايفسي، يعني مش يؤسفني ان انا بقول لكم الكلام ده بس ده الحقيقه. وبريبير يور سيلف، تعالى بقى اقول لك بريبير يور سيلف، الانفكشن كنترول دي في الضياع، يعني الحقيقه ان هي في الضياع، يعني مش بيبقى فيه مثلا ان احنا كل شويه كحول كل شويه بعقم ايدي والكلام ده كله، لا لو كان البروسيجر قوي 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 بتعمل ده، غير كده بتدخل عادي ومن غير الكحول والكلام ده كله. طيب فهو انا بقول لك وش الهاند بالورم ووتر، يبقى قابلني لو في ورم ووتر ماشي، وويرنج ديسبوزابل جلافز، بتلبس ديسبوزابل جلافز، ووير البورس هو لا حلو بنلبس الجلافز، بتلبس الجلافز بس. البروتكتيف ايكويبمنت دي مع السلامه تريديوس الترانسميشن اوف الانفكشن، عشان تقلل طبعا الانفكشن برضو مع السلامه. طيب رقم 5 بريبير البارنتس، ولا اي حاجه بتشرح لهم ان حاجه السكشن ولا اي حاجه. انكارج البارنت تو ريمين ويز ذا تشايلد، بشجع ان ابو الطفل ده يبقى واقف، هو كده كده بيبقى عايز يقف يعني، فانت مش هتشجعه ولا حاجه.
طيب رقم اضحكوا بقى. رقم ايه تاني؟ ليه بقى؟ عشان طبعا اعمل انهينس للبنت ان هم ما يبقاش يتعاونوا معانا، هم ماشي بيتعاونوا، تريليف البنت انكزايتي عشان برضو ما يبقاش قلقانين، هم بيفضلوا قلقانين عادي. طيب رقم 6 بريبير الشايلد. انا بجهز الطفل. بجهز الطفل ازاي؟ ببدا اشرح له، ولا تشرح له ولا يعني بسيط كده. لو قلت له احنا جايين نعمل لك كذا، فده انت كده تمريض جامد. بعد كده معلش يا شباب نرجع تاني، حد كان بيخبط. قلنا وصلنا لحد فين؟ بنعمل بريبير للتشايلد، نقرا الكلام اللي مكتوب اللي مش بيتطبق للاسف. بنعمل له بريبير، وبنبدا نعمل ريز للتشايلد ان هو على مستوى يكون مناسب، يعني مستوى كومفورتابل. بنحدد النيد بتاع السكشن من خلال ايه الكومبريهنسيف. انا بعمله اسسمنت بشكل كامل بقى عشان نشوف الساينس اللي احنا قلنا عليها في الاول، عشان لو موجوده اعمل سكشن بالفعل، مش موجوده اخد الجهاز بتاعي وارجع اروح تاني. بعد كده بنشوف طبعا ليفل كونشوسنس او الوعي، الكلام ده كله. رقم مش عارفه رقم كام، المهم بنبدا نعمل بليس للتشايلد في ايه، في ابروبريت بوزيشن، وضع يكون مناسب. المفروض ان الايه ركز بقى في اللي هقوله لك دي زي ما انا بقول لك، انا هقرا معاك اللي كده وهيجي هقول لك ركز. المفروض الهيت بتاع البيت السرير تكون عند 30 درجة مرفوعة، ماشي. اساس التشيلد تو اسيوم فولورز، المفروض بيكون في الفولورز بوزيشن. وضع السكشن بالنسبة للطفل ايه هو جاية في الامتحان، ماشي. والهيت تكون في الميد لاين بوزيشن في النص كده، وهو فولر بوزيشن. بعد كده فور انفانت، لو هو انفانت بليس الفولدد بلانت، بحط البطانيه كده عليها يا شباب، او بعمل لها بتنيها تحت الشولدرز او الاكتاف. خلاص ده اسمها سنيفنج بوزيشن، والحته دي خطيره خطيره اللهم بلغت. بعد كده بقول لك فور الانكونشوس تشيلدرن، اللي هو بقى مش واعي خلاص، دول هيبقى ايه، او مثلا عندهم كوب السكريشنز، دول كامينج فروم الماوس، بدخل من الماوس، وبيبقى البوزيشن هنا لاترال بوزيشن على جنبه، يعني على جنبه، وبيبقى باصص لك انت فيسنج تو حته. ده كده النقطه دي او البوينت دي كده مهمه جدا جدا. وبيبدا هنا بقى يقول لك ايه، انا ليه هحطه هنا؟ عشان اسهل ان هو يعرف يعمل كف كويس، والسكريشنز تعرف تنزل معايا بشكل كويس وتطلع، فاهمين؟ طيب عشان اعرف الاير ويبقى مفتوح معايا ويبقى اوبن والدنيا تبقى تمام. طب اللاترال ده عشان اسهل الدنيا، او نفس الحوار على فكره، هو كل وضع فيهم على حسب بس الطفل، وكلهم هدفهم الاساسي ان انا اسهل الدرينيج او خروج الايه السكريشنز اللي متجمعه من الفارنكس. خلاص، فبسمح لها ان هي تتجمع في التشيك او عند الخد كده، فاول ما اجي اعمل لها ريموف هيعمل لها ريموف بسهوله. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ فهتلاقي الايه سهله يعني. طيب نيجي بعد كده تشيك الكومنت. ثواني بقى ارد على الفون. معلش يا شباب بجد عذرا والله، بس ما اعرفش هو الفيديو بتاعكم انتوا بالذات اللي بيوقف لي في وشه قرد كده، اللي هو كل شويه حد يخبط، يا اما حد هيرن. في باقي المحافظات بيتسجل لها عادي، فكده الغلط في مين؟ اكيد فيكم. المهم كنا بنتكلم على الايكوبمنت بتاع الايه اللي احنا بقى نتاكد ان هي شغاله تمام. فببدا الاول هظبط الماشين بتاعتي. خلاص بيقولك بند ذا كونكتنج تيوبنج اند سيت تو ايج، حتى حسب العمر بتاعي يا شباب. والنيجاتيف بريشر اللي انا بستخدمه اللي قلت لكم عليه في اول المحاضره بيتظبط على الطفل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو الطفل ده كان بري تيرم يونيت، بري تيرم ده مصطلح خدناه وقلت لكم ان الطفل كده مولود قبل اوانه، فهو هيبقى من 40 ل 60. لو هو كان ترم يعني مولود كامل في اوانه يبقى من 60 ل 80، وهكذا بقى عدوا لحد عشان نوفر وقت. بعد كده طبعا بقول لك ان لو الاكسسيف، طب ليه انت برضو هتسالني ليه انا لازم اظبط على عمر الطفل؟ ما احنا ظبطنا الاول السايز بتاع البتاع في الاول وخلاص. مش لا، قال لك ده لو الاكسسيف نيجاتيف بريشر، لو كان الضغط بتاعي ده زياده هيعمل لي دامج للمكان اللي انا داخله فيه. خلاص، وممكن يعمل لي انديوس او يحفز ان الطفل يجي له ايه اتلكتيسيس، اللي هو انخماص برضو في الرئه، او يجي له هايبوكسيا نقص الاكسجين في الانسجه. فهمت السبب؟ هيجي لك برضو ممكن على فكره ما تستبعدش اي سؤال، انا بحب دايما اكون جاهزه لاي حاجه. لو جاي سالك لو ليه انا بحدد وقال لك واي انت لازم تحدد البتاع عشان على حسب عمر الطفل، هتقول له لان انا لو دخلت بنيجاتيف بريشر زياده هيعمل لي مشكله ويعمل لي ايه دامج في المكان اللي انا داخله فيه، وممكن كمان يخلي الطفل يحصل له هايبوكسيا او اتلكسيزيس. ده لو كان قليل
تو لو سكشن بريشر ويل بي ان لو قليل دايما كده احفظ، لو الحاجه زياده هتعمل لي دامج وتلف في المكان اللي انا فيه، لو الحاجه قليله يبقى السكشن بتاعي مش هيطلع بنفس الكفاءه اللي انا عايزاها، مش هطلع كل السكريشنز. كده سيستمت لك الدنيا على الاخر. تعال ندخل على الستبس بقى بتاع البروسيجر نفسه. بتبدا تعمل ايه يا دكتور؟ تعمل السبلايز، بتقربها جنب السرير خلاص، وتنزل الريلز بتاع الايه السرير اللي انت واقف جنبه اللي هو في الاتجاه بتاعك، تمام، عشان تحافظ بقى طبعا ان الايه ان كل حاجه تبقى تمام، وتبقى تتجنب اي ديسكومفورت، يعني كل حاجه تبقى معاك مريحه يعني فل. رقم اتنين بتبدا تعمل ميجر وتقيس الكاستر بتاعتك وتبدا تدخلها first time suctioning لو دي اول مره and plot on the measuring tape. ببدا اقيس then secure. بعد ما قست واتاكدت ان انا كده داخله صح بثبتها بقى، ركز معايا، او بثبتها بتبقى بلزق كده خلاص معايا. لو انا داخله اورو، ولو انا داخله نازو، ولو انا داخله اندوتراكيال في التراكيه، ايه اللي هيحصل؟ لو اورو بيبقى من السنتر بتاع اللبس كده يا شباب، كده من الماوس اللبس عند الشفه للانجل بتاع الجو او الفك كده خلاص، وابدا اعملها انزرت كده، ادخل 2 سم فيرزر اضافي، يعني انا خلاص انا كده ظبطت، بتدخل بقى 2 سم تاني. فهمتوا حق؟ ركز. لو نازو من التب بتاعت النوز كده من فوق خلاص للتراجيوس بتاعت الاير عند الود خلاص، وبتبدا برضو تدخل 2 زياده. لو في التراكيه بتقيس اللينس بتاع الاكسترا تيوب اوف ذا سيم سايز، نفس الحجم بتاعها يعني، ببدا اقيس الطول بتاعه خلاص ونوت، وببدا اسجل هي كام سنتي خلاص. وبعدين ببدا اعمل ايه؟ قال لك اون اندوتراكيال تيوب فيزابل ات تيس اور جمز عند في الاسنان او عند الجم كده يا شباب لسه، بزين ايه ادنج لينس اوف الاندوتراكيال تيوب اند ادابتر بايوندسيس، يعني انا ببدا خلاص انا ظبطت الطول بتاعها فببدا ادخلها. ولما بقيس الطول قال لك بستخدم ايه تراكيوستوم تيوب انديكيتد اون بوكس. كل انا عارفه ان انا بقول لك ده انت متخيل، هبعت لك فيديو ازاي اللي بيقيسوا في التراكيو عشان التراكيو هي ارخم واحده، لكن الاورو انت فهمت خلاص من النص بتاع اللبس كده لحد الجوع والفك، وبعدين بدخل 2 سم زياده. طب النازو من التب بتاعه النوز لحد الاير، وببدا ادخل 2 سم زياده. هي التراكيه اللي رخمه شويه، وده هبعت لك فيديو عشان ما تتخيلش، بس انا بشرح لك الكلام المكتوب عشان وقت ما تيجي تقرا ما تتضايقش. تمام. بعد كده عندنا بيقول لك ايه بليس التاول. ببدا احط تاول او ووتر بروف على الباد بتاع الشيست كده بتاع الطفل، تمام، عشان احمي الملابس بتاعته يعني واحميه. طيب بريبير فور اكتشوال سكشننج، ببدا بقى اجهزه للفعل بقى فور ذا ديسبوزابل سترايل سكشن كيت. ايه اوبن ذا كيت، ببدا افتح العده بتاعتي يا شباب انسايد ذا رابنج اور سترايل، زي ما انت شايف الصوره كده بيفتحها ازاي بنفس الطريقه كده، وبرده ما تتفتحش كده بس يلا. اسبيتيكالي اوبن ذا سترايل جوز باكج ضمن السترايل. ببدا البس الجلافز وايل بوس الهاند ستيل سترايل، بتاكد ان الايد نفسها لسه معقمه. هولد ذا كاستر ان بارل لاين ويز ذا ميجرنج تيب وزاوت تاتشنج ات، يعني ببدا امسك الكاستر بتكون يا شباب انا كده خلاص انا كده ان انا قايسه كويس خلاص، فبمسكها بس من غير ما اعمل لها تاتش عشان ايه طبعا الانفكشن. وبعد كده مارك زي بري ميجرد، ببدا كده في الاول خالص هعمل لها هعلم انا دخلت منها قد ايه خلاص اون ذا كاستر باي بليسنج دومينانت هاندز، من خلال بص الطريقه اهو عشان تبقى فاهم. شوف هي ماسكاها ازاي وتعلم ازاي. بعد كده عندك ايه راب الكاستر اراوند ذا دومينانت هاند. وعلى فكره كل الكلام هنا بسيط كقراءه، بس هي الفكره في ان انت عايز تتخيل هو بيتعمل ازاي، فهبعت لك الفيديو حاضر. هاند ذات ويل بي مينتين سترايل ثرو اوت ذا بروسيجر، تمام. ستيب سيت اب ذا سترايل كونتينر ويز ذا نون دومينانت هاند، بالايد الثانيه بقى اللي مش بستخدمها. طبعا انتوا عارفين الدومينانت والنون دومينانت من السنه اللي فاتت. ببدا اعمل بور سترايل ووتر، بحط ميه يا شباب معقمه او صلاين داخل الكونتينر بتاعي، وبتاكد ان البوتل توب دازنت تاتش ذا كونتينر تب، بتاكد انها ما لمستهاش عشان الانفكشن زي ما اتكلمنا. بعد كده بيك اب ذا كونكتنج تيوب ويز ذا نون دومينانت هاند، ببدا اسحب بقى التيوب اللي انا موصلاها دي بايدي اللي انا مش بستخدمها، وبعمل لها اتاش في الكاستر خلاص في السترايل جلافد ايه ان ذا سترايل جلافد دومينانت هاند، بالايد اللي فيها الايه السترايل جلاف او اللي فيها الجلافز المعقم. بعد كده if disposable sterile suction kit isn't available، لو هي مش متاحه معايا بفتح سترايل جيلي بوت وايل مينتيننج ذا انر رابنج سترايل، وبخلي الجزء اللي جوه هو اللي بحافظ عليه ان هو يفضل سترايل. وبعدين سلايد الجيلي بوت اوفر ذا سترايل، طبعا ده اهو الصوره اهي برضو اهو. بعد كده
وانا شايفه كل اللي انا بقراه ده ملوش لازمه، يعني انا شايفه ان انتوا ده هتقرأوه تمام، بس محتاجين تشوفوا فيديو هيثبت معاكم الدنيا مش اكتر. فصراحه مش يعني حاسه ان انا ايه لا عماله بقرا وخلاص فاهمين، فانا مش بحب كده. طبعا هقرا معاكم بقى الكلام بشكل عريض، وبعدين انتوا لو في حاجه بقى ابعتولي. تشيك فوركاستر باتنسي، ببدا خلاص يا شباب انا دخلتها، ببدا اعمل ترن بقى ليها واتاكد ان هي شغاله كويس. لو السكشن كاستر ويز انتجريتد سكشن كنترول بورت از يوز بليز ذا صمب، ببدا احط الصمب بتاع ايدي يا شباب اللي هو صباعي الكبير اوف النون سترايل هاند اوفر ذا بورت اند اوبسيرف، بلاحظ الفلويد انترنج ذا درينج بوتل، بلاحظ ان السائل اللي انا لسه حاطاه ده داخل كويس يعني في الازازه. هايبر اوكسجينيت ذا تشايلد اف انديكيتد از فولوينج. ايه بقى الهايبر فنتليت فور اللي هو مثلا يا شباب بيبقى من 3 ل5 بريس، وركز بقى بالله عليك في الرقم ده برضه عشان ده مهم. يوزنج اي مانوال ستيشن، ببدا اعمل الازازه بتاعتي يا شباب اللي هو المفروض تكون ايه 100% الاكسجين بتاعي. اف الماشينري الماشين او الفنتليتد بتاعتي ريز ذا فراكشن اوف الايه الانسبايرد اوكسجين اور الفنتليتد. انا كده عايزه اعمل ايه؟ انا هنا عايزه اخلي الاكسجين بتاع الطفل يكون عالي قوي عشان اتاكد ان هو واصل له توعيه بشكل كويس تمام. وده طبعا بيكون لمده نص ساعه قبل السكشن، يعني انا كده هركب له الاكسجين لمده نص ساعه قبل السكشن. الهايبر فنتليت يونيت بيكون في معدل من 10 20% اباف البيز لاين. يبقى انت احفظ برضو الحاجات دي، امتى بيكون الاكسجين 100% وامتى بيكون ايه من 10 ل 20 والكلام ده كله. طيب بعد كده بيقول لك لابريكيت. انا اصلا اللينس بتاع الاسترايل ووتر ده او المكان اللي انا مدخلاه بعمل عليه لابريكيت او بعمل عشان يبقى سهل معايا ان انا اعرف ادخله يعني. السكشننج بقى انزرت الزيتين بتاع الكاستر، ببدا اخد بقى الكاستر الجزء الاول اللي فيها ده بحطه في البيشنتس اير وي في مجرى الهواء بتاعه until the reaching the pre-measured. انا كده قايسه من الاول خلاص، قايسه من الاول، بس انا الاول حطيت له الاكسجين قبل ما عملت سكشن، خلاص انا كده راح سكشن بالفعل. فخلاص انا قبل ما هدخلها انا قلنا ان احنا عملنا لابريكيت عشان ادخلها. فبيقول لك بقى until the suctioning بعد كده بيقول لك ده without suction and apply constant suction for no more. هو بيقول لك ايه ركز معايا، انا كده المفروض هبدا ادخل الايه الكاستر بتاعتي تمام لحد ما توصل للمكان اللي انا قايساه قبل كده، بس without suction and apply constant suction for no more than لاكتر او ما ينفعش اكتر من 2 ل 3 ثواني. يعني انا بقعد اعمل سكشن بشكل مستمر لحوالي 2 ل 3 ثواني. طيب بعد كده بسحب خلاص، مش هقعد اصل الطفل هيختنق مني مش هينفع فاهمين. فانا بقعد اعمل سكشن كام لمده كام، ما ينفعش اكتر من 2 ل 3 ثواني. حته مهمه جدا. تعالى اقول لك اصلا السكشن ابلايد while inserting the suction caster doesn't aid the removal of secretions and may increase the negative effects. يعني هو بيقول لك يا شباب انا لو ما حشتش هيحصل ايه دامج، وهيحصل النيجاتيف بريشر هيبقى زياده، فالموضوع برضه هيبقى ايه في deterioration او يحصل براديكارديا مثلا او ديستراكشن للايه للطفل ده. بعد كده بيقول لك لو انا داخله بقى من الاورفرين جيل همسك طبعا الاولدر تشايلد تو اوبن ماوس، هخليه يفتح بقى الماوس بتاعته وابدا ادخل زي ما احنا اتكلمنا في الاول، قلت المفروض ببقى قايسه ازاي، وببدا ادخل في السايد بتاع الماوس وابدا اعمل انستراكشن. وقال لك بعد كده ايه then rotate the cursor into the pharynx to the premature tibis. يعني انا اصلا كنت قايسه قبل كده زي ما انا بكلمك. طيب النازو بعمل ايدنتيفاي للبيشنت وجنتلي انزرت الكاستر داخل النوستر بتاعته في النوز ماشي. وبرضو اتكلمنا احنا بنعمل كام ثانيه، خلاص عرفنا ده. فور ارتفيشال اير وي لو هو بقى اي هعمل له سكشن ارتفيشال ده في الاندوتراكيال او في التراكيستومي تيوب كويكلي اند جنتلي انزرت ذا كاستر تيل ذا بريميتشر. برضو بسرعه ببدا اعمل لها ايه وبالراحه كده، بسرعه وبالراحه بشكل جنتل ادخل الكاستر. روتيت ذا سكشننج كاستر وايل ويزدراوينج، ببدا اعمل روتين السكشن كاستر اثناء ما انا ايه بسحب خلاص. طيب يعني انا بعمل روتيت، عارفين يعني ايه روتيت؟ بحركها كده يا شباب اليمين وشمال كده بشكل ايه يعتبر سيركل شويه او دائري شويه، وببدا اعمل ويزدراو او بسحبها خلاص لما بحس ان انا خلاص كملت الثواني او ثانيه او 2 زي ما احنا متفقين. طيب بعد كده الريجيت ذا سكشن كاسنج، خلاص انا عملت السكريشنز ببدا اعمل لها ريجيت بقى عشان اكيد في سكريشن جوه التيوب او جوه الكاستر دي خلاص ملتصقه يعني.
وبعد كده طبعا الساينس بقى بتاع انا خلاص. طب انا خلصت، عايز اعرف بقى هو السكشن اللي انا عملته كان سكسسفول ونجح وتمام، ولا لسه في حاجات جوه. هتلاقي بقى تلاقي الطفل كل العلامات اللي كانت قبل كده قبل ما نعمل السكشن كانت موجوده، هتلاقيها اختفت، هتلاقيه بدا يبقى مرتاح اكتر، هتلاقي بيتنفس بشكل كويس اكتر، هتلاقي السكريشنز بتاع البلمونري طلعت، هتلاقي امبروفد للاكسجينيشن، هتلاقي البريس ساوندز بقت تمام، كل الايودبل سكريشن هاف جون، السكريشنز اللي انت كنت بتسمعها هتلاقي اختفت كل ده. طبعا بعمل ريبيت السكشن اف ستيل انديكيتد از فلوينج. انا اصلا يا شباب بعمل ايه؟ طب انا بعمل سكشن كم مره؟ انتوا تسالوني، انت تقولي ان احنا عرفنا ان احنا بنعمل سكشن حوالي مثلا ما يزيدش عن 2 او 3 ثواني، تمام. انا بعمل كم مره بقى؟ على حسب حاجه الطفل. طب انا عماله اعمل ولسه برضه الاقي سكريشنز بتطلع معايا، خلاص هتفضل تكرر لحد لما تلاقي ايه ان خلاص السكريشنز قلت او ما بقتش فيه. طيب بسمح لي من 20 ل 3 ثواني بيفور ري انسرتنج ذا سكشن كاستر. خلي بالك برضه الحته دي مهمه، انا بستنى من 20 ل 30 ثانيه خلاص، يعني حوالي نص دقيقه قبل ما تعمل ري انزرت تاني. يعني هي كانت جوه، طب عايز اعمل ري انزرت وادخلها تاني، لا استنى من 20 ل 30 ثانيه، تمام. نو مور ذان، ما ينفعش اعمل اكتر من 3 مرات during all procedure. يعني ايه؟ ما ينفعش تدخل 3 بيسز اهو اكتر من كده في البروسيجر كامل، لا يا شباب. بكتب لي هنا كده جنب ده ترو اور فولس الامتحان العملي، ولما يجوا هبقى افكركم بيها، هبقى افكركم والله مهمه جدا جدا جدا. بيقول لك ذا اول بروسيجر، كل البروسيجر بشكل كامل كده شوت تيك نو لونجر زاد، ما ينفعش ياخد اطول من 10 ل 15 ثانيه. يعني البروسيجر كله 15 ثانيه بالكتير اوف كورس. مهمه جدا جدا جدا. لو التشايلد حصل له ديتوريت معايا اثناء البروسيجر بوقف السكشن immediately في الوقت، لان هيحصل له تدهورات اكتر من انه يعني هيتدهور معايا اكتر من ان هو في عنده سكريشنز كتير، فاهم ازاي؟ فيحصل حاجات خطر اكتر. لو هو هايبر اكسجينيت ذا تشايلد افتر ايتش باس ات اف يعني مش انا قلت لك الهايبر اكسجينيت دي اتكلمنا عليها في الاول، انا وقلت لك امتى باخد 100% من الاكسجين وامتى مش عارفه من 20 ل 30 والكلام ده كله. الهايبر اكسجينيت ذا تشايلد لو بعد كل باس، بعد ما كل مره بدخل فيها بزود له اكسجين كتير، لان انا كل ما بدخل ما بيبقاش فيه اكسجين، فانا بزوده له وبعمله هايبر اكسجينيت لو انا حسيت ان هو محتاج ده، تمام كده يا دكاتره. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك once the procedure is completed، بعد ما خلصت ببدا اعمل راب للسكشن كاستر، خلاص بقى اعمل لها راب، وبعد كده ديسكونكتد فور، بطلع بقى الحاجات واعمل لها ديسكونكت خلاص. بعد ما كنت موصل الاجهزه ببعض خلاص هبدا احوشها وبسحب الجلاف انسايد اوت، يعني بخلعه خلاص. وطبعا خلي بالك انا بعمل اريجيت للكونكتنج تيوبنج، وده انا قلت لك على فكره قبل كده، وبعمل للماشين بخليها اوف بدل ما كانت اون. رجيت للكونكتنج تيوبنج يعني يا شباب بدخل فيها ميه لان هي اكيد فيها سكريشنز لسه متعلقه فيها خلاص. طبعا البارت بوست بروسيجر هو نفس الحاجه، هيقول لك ريكونكت التشايلد، هتبدا ترجعه بقى في مكانه كويس وهتوصله على الاكسجين تاني خلاص، وتلبسه الايه اند وين داون ذا اكسجين اف ذا تشايلد هايبر اوكسجينيتد تو ذا بريسكرايبد اماونت، على حسب الكميه اللي الدكتور طالبها مني ووصفها لي عشان ابدا احافظ على الاكسجين ساتوريشن او مستوى تشبع الاكسجين عنده خلال الايه وزن ذا نورمال في المستوى الطبيعي. يعني ريبوزيشن هعيد الطفل لمكانه، اند ريز اللي برفع البيت سايد ريلز او بتاع الجنب بتاع السرير، هو في ايه اكيد فاهمين. وري اساس البيشنت ببدا اعيد تاني واقيس حاله التنفس او الستاتس بتاعته تمام ولا لا. ديسكارد الريمايندر في السبلايز، الحاجات اللي كنت مستخدمها هعمل لها ديسكارد وارميها خلاص. طبعا بعمل دوكيومنتيشن بقى لكل حاجه انا عملتها، الديت والتايم والحاجات اللي انا استخدمتها، ومقاس السكشن او مقاس الكاستر سايز، يعني المده اللي عملت فيها سكشن كام خلاص. كل ده الكولر بتاع السكشن طلعت، طب الكميه بتاعتها، طب الفيتال ساينس بتاعته كانت ايه، كل ده يا شباب خلاص. اعتقد كده تمام. معلش يعني انا مش يعني حاولت على قد ما اقدر البروسيجر ما يطولش، عشان كده الحاجات اللي في النص دي ما قراتهاش. هيتبعت لكم فيديو ان شاء الله، وهيتبعت لكم صور الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، وبكده يكون البروسيجر اعتقد ان هو بقى تمام اعتقد. وبقولوا لي برضو رايكم، ولو حد عنده اي مشكله في اي حاجه يبعت لي وانا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله.